ومحدش يقول لي الخضره كتير. الخضره مش كتير عشان امي قالت لي احوش حبه وقلت لها لا. تعالوا بصوا. جيب البتاع بحاجه كلها يا ماما. الله. بسم الله. قولوا لي بقى تريكات بتخلي المحشي في حته تانيه. انا هقول لكم تركه امي معلماها لي. بصوا الاول انا بقلب المحشي اهو بالخضره. امي ما بتحبش تحط على المحشي لا شبت ولا بقدونس، ما بحبش البقدونس عموما بصراحه، نبته ما بتحبنيش. بصوا بسم الله. قال لي انت كنت بتقولي الخضار كتير يا ماما. الخضار مش كتير ولا حاجه. يلا يا ماما حطي التخديعه. استني يا ماما. هتجلبي بايدك برضو؟ هو انتوا ما بتحسوش يا جماعه البتاع سخن؟ احنا متعودين. لا يا ماما شيلي المعلقه. الجماعه بتوع يا ايه ده بتعملي بايدك؟ ايه ده ما بتلبسيش جوانتي؟ لا يا اختي ما بلبسش جوانتي. هو الاكل بالايد هو اطعم اكل. ايدينا بتحط كده حاجات حلوه ونفس حلو بيخلي الاكل حلو. الخضار سخن. التجليه سخن. هات يا ماما طبق السر. فين الطبق السري؟ فين الطبق السري اللي احنا مخبينه من العيال؟ قولوا لنا بقى عندكم ده اسمه ايه؟ هو ايه ده؟ ماما صايمه. هو ايه ده؟ الشاطرين الفلاحين اللي على اصوله هم اللي هيقولوا لنا ايه ده. ودي مش دهن، دي حاجات بتطلع من العجل بنستخدمها حلويات في المحشي. حلويات اسمها سلاوي، اسمها سوالي، حلويات، لحمه بيضه زي ما بتسموها سموها. تقاطيع. في بلاد بيقولوا عليها تقاطيع. طبعا انا خايفه احطها في المحشي العيال ما يرضوش ياكلوها. دي لو اتحطت في المحشي عيالي مش هيرضوا ياكلوها. معرفش بقى الحاجه دي هي مش هنا عندكم بتخلي المحشي حلو وفيكم ما بيستخدمها. انا طبعا لو حطيتها في الاكل عيالي مش هياكلوها، فانا هعمل حله ليا مخصوص عشان احط فيها ايه الحاجات دي. ما يهمش بقى، احنا خدنا خيرها نبقى نغمسها بالعيش. فانتوا قولوا لي طريقتي حلوه. وعلى فكره الخلطه مش بيضه، انا بستخدم فلاتر. انا بستخدم فلاتر. يما خلاص يا ابني انا هشيلها والله هعملها في حله ليا لنفسي. انا بستخدم فلاتر بتفتح الاضاءه. الفلاتر اللي انا بستخدمها فبتنور الفيديو شويه فبيبين لكم ان الخلطه بيضه. الخلطه مش بيضه، الخلطه جميله جدا جدا وحمراء والخضار كتير والصلصه كتير. حته عظمه يا ماما. معرفش العظمه دي ده جايه نازله من الطبقين. واحنا المفروض علينا ناكل الشيفات اللي في الكومنتات هيطلعوا يقولوا لي يا بتعملي بايديكي، البسي جلافزات وانا رايحه احلي. البس جلافز وانا رايحه احلي؟ بصوا بقى. واحنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عندنا ضيوف عازمه حبايبنا، عشان كده عامله كميه كبيره. صلوا على النبي كده واذكروا الله في الكومنتات وقولوا لي طريقتي في المحشي حلوه.